مفيش حاجة اسمها الستيرويد بريء، كل ملي جرام قوة قدامه صحة بتضيع. تعالوا نتكلم بصورة عامة على الانابوليك اندروجينيك ستيرويد. عاوزك تسأل نفسك سؤال، يلي بتضرب او هتضرب هرمونات انت ليه بتاخد الستيرويدز؟ فالإجابة الطبيعية انك عاوز تكبر حجم العضلة بتاعتك. لما تلعب جيم تكبير حجم العضلة ده بنسميه الانابوليك افكت، الا ان في جسمنا ربنا سبحانه وتعالى ربط كبر حجم العضلة بالهرمونات الجنسية زي التستوستيرون، وده منطقي لان ربنا خلق الذكر اقوى وبتحمل مشاق الحياة اكتر. يعني في الطبيعي عشان عضلتك تكبر لازم تكون ذكر ويظهر عليك صفات الذكوره، وصفات الذكوره هي صفات جنسيه، والصفات الجنسيه الذكوريه بنسميها الاندروجينيك افكتس، اللي منها تخرج صوت حبوب الشباب والدأب والرغبه الجنسيه للطرف الاخر. ومن هنا جه اسم الهرمونات انابوليك اندروجينيك ستيرويدز، يعني مفيش بناء للعضله الا ومصاحب ليها صفات ذكوريه جنسيه. عاوزك تعرف بقى ان الهرمون او الستيرويد المثالي هو الهرمون اللي بيكون فيه الانابوليك افكت بتاعه قوي جدا والاندروجينيك افكت بتاعه زيرو، وده هرمون مش موجود في الوجود. عشان كده دايما لو قررت تضرب هرمون الاعراض الجانبيه رقم واحد اللي متوقع انها تظهر عليك، بالذات لو كان الهرمون قوي زي التريمبولون، بتبقى اعراض جانبيه بسبب زياده هرمون الذكوره وبنسميها الاندروجينيك سايد افكتس، ومنها بيكون تساقط الشعر، حبوب الشباب، والهايبر سكشواليتي بالذات في اول السايكل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد.